اهلا شباب. بالنسبه لي ميراكلوس بقى اسوأ كرتون بعد الموسم السادس بسبب القصه السيئه جدا والشواذ. لا بجد الموسم ده مليان الوان حرفيا، اي حلقه لا تخلو منهم، متفهمش ايه الغرض من ده. كمان الانيميشن اللي بربع جنيه والحلقات العشوائيه وحاجات تانية كتير. والنهارده اقول لك ليه لازم تبطل تتابع ميراكلوس وتشوف ليزا كينج. مش هنطول ويلا نبدا. خلينا في البدايه نتكلم عن الحلقات في الموسم ده اللي مش مفهومه اطلاقا. الحلقات بتنزل بشكل عشوائي، يعني الحلقه الرابعه قبل الثانيه والعشره قبل الاولى والثانيه قبل العشره اللي هي قبل الاولى واللي هي بعد الرابعه. هو في ايه؟ فترتيب الحلقات ما تفهمش مين اللي حطه بالظبط، وده اللي خلى الاحداث مش متكامله. بره نشوف شرير وبعدين نعرف انه طيب. ناتالي مثلا دي مش عارف احدد موقفها لحد دلوقتي، يعني انت في انهي صف؟ مره تكون في مكان سري وده اللي خلاني اشك ان هي اللي معاها ميراكلوس الفراشه. بس خلينا نتكلم عن ميراكلوس الفراشه بعدين. العبث كله في ترتيب الحلقات. الشخصيات بتكشف حاجات ما نعرفش عنها وتطورات فيها بيكون ناقصها شيء بسبب ان الحلقات مش مترتبه. خلينا بقى نيجي للشخصيات والتطور اللي حصل لهم في الحلقات. خلينا نتكلم في الاول عن اليا اللي شخصيتها برزت قوي بصراحه في الموسم ده. مش عارف انتقدها بصراحه، بان قوي حبها لمارينيت وخوفها عليها في الموسم السادس، وظهر يعني انها ذكيه تعرف تفكر، اللي على عكس مارينيت متعجرفه جدا. ده الجزء الوحيد اللي هتكلم فيه بايجابيه، لان فعلا حبيت دور اليا وكانت بتقول كلام مظبوط لمارينيت لما عرفت ان موناركا هو والد ادريان وانه من حقه يعرف، وانك يا مارينيت انت مال امك بالموضوع، خليه يعرف يروح يموت نفسه ولا يتكن، ادريان من حقه يعرف يعني. وكانت علاقتها باليا تنتهي. ونيجي بقى علشان نتكلم عن القصه بتاعت الموسم ده اللي اقيمها في النهايه. بس حابب ابشركم انه موسم زباله. ايه العك ده يا فندم؟ من ناحيه القصه يعني متوقع ايه من ميراكلوس؟ انا اخر حاجه كانت حلوه بالنسبه لي هو الموسم الثالث، وبعده الكرتون بقى مجرد حاجات مكرره، وده اللي حصل في معظم الحلقات الموسم السادس. في الحلقه الاولى بنشوف فيها مدى سخافه الموضوع حرفيا. الحلقه ما فيهاش قصه ولا اي حاجه. مارينيت بتكون في غايه، مش عارف في غايه ايه بصراحه، بس بتكون طول الحلقه موترانه بحركاتها دي، حاسس بكميه كرنج وانا بتكسف لها، معرفش ايه العلاقه. وبعدين ايه الشورت ده؟ في الحلقه الاولى كانت الشريره اسمها ملكه المناخ وكانت زعلانه انها مش ترند، يعني مش فاهم فين الحبكه. المهم انا حاسس اني شفتها قبل كده بس مش فاكر فين، ومكسل افتكر بصراحه. يعني اللي فاكر يقول لي في الكومنتات. وكالعاده الدحسوقه بتتخلص من الشر وبترجع كل حاجه وبتحوش الاكومه. طب بالله عليك يا مخرج، ما زهقتش من الموضوع ده؟ بقالك 5 مواسم بتكرر نفس الحاجه، يعني غير بقى. خلينا بقى نتكلم في الحلقه الثانيه اللي نزلت اول حاجه. المهم في الحلقه مفيش اي قصه، كرنج كرنج كرنج. Hello, pretty boy. Hello, pretty girl. Hello, Marinette. You okay? Looks like we're a couple of bunnies. We're not. Marinette, they have to. They're superheroes. Yeah. واحدة بتتصب لأكوما وحاجة مش متوقعة نهائي. الأبطال الخارقين بينقذوا الموضوع وبينتصروا على أكوما، وبتستخدم حاجة اسمها تعويذة الحظ، يعني حاجة جديدة يعني، وبتنقذ الموضوع وبترجع كل حاجة لطبيعتها. الحاجة الوحيدة الجديدة في الموضوع إن مارينيت بتدي أليا قلادة وبتخليها نائبتها عشان لو حصل أي حاجة تبقى هي الدحسوقة مكانها، والقلادة دي هتخليك تشوف كل ذكريات مارينيت. وتقييمي للحلقتين دول وباقي الحلقات اللي نزلت حوالي 2 من 10، ولسه الموسم مكملش. يمكن نشوف حلقات حلوة نوعا ما لكن ما اعتقدش. الشواذ. خلينا نتكلم بقى عن الخوف. ده اول واحد شاكك فيه انه مش طبيعي. يعني ايه الشعر ده؟ حرفيا الموسم ده من اكتر المواسم اللي بيدعم بوضوح موضوع الالوان، يعني مش بيلمح، لا هم موجودين. معظم الشخصيات كده، ولو الشخصيه مش الوان هتكون بتدعمها. يعني البنت التخينه دي حاطه دبوس عليه علم الالوان وبتدعمهم، وهي اصلا مش كده. يعني كفايه انك تخينه. والولد ده متفهمش فين بوي ولا ايه. نيجي بقى للمعلمين الكبار اللي بدأوا الموضوع، جوليكا وروز. بعيدا ان شكلهم مقزز جدا، ده مش منظر، وفي الحلقات شكلهم مبالغ جدا فيه. لازم يبقوا قريبين قوي من بعض، مش لازم نوضح للمشاهد ان الحياه سعيده بينكم. انا شايف ان الموضوع مبالغ فيه. حتى انتقادات الاجانب برضه كانت بسبب الموضوع الالوان ده، وانه بقى زياده عن اللزوم. في حلقه تانية هو تقريبا في اي حلقه في الموسم ده هتلاقيهم فيه. المهم بتدور الحلقه عن ان صابرينا ملهاش صحاب ونفسها تنضم ليهم، ومن هنا ببدا اشك في زوج صابرينا. والبنت التخينه دي برضه بتظهر في الحلقه مع الشعار بتاعها. انت تخين يا ابني. المهم يعني بتدور شويه احداث، وبصراحه بتصعب عليا صابرينا، بس في الاخر بتنضم ليهم وعلاقتها مع زو بتتطور. ورانا عليا حاجه انهم في الاخر يطلعوا الوان. وكمان في الحلقه روز وجوليكا بيكونوا قريبين قوي. لازم يوريك قد ايه الحياه حلوه بينهم والدنيا زي الفل. ادي رقم 1، ادي 2 3. اتفضل خد يا بيه. ايه ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، يخرب بيته. ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ دي قله ادب. وماله ايه ما هي ايه القرف ده؟ طيب. ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه ايه الاساسيه. القرف طيب. ده؟ ايه القرف؟ فلو عندك اطفال وانت شخصيا ما تشوفش ميراكلوس، يعني هتشوفه ليه بجد؟ مفيش سبب مقنع انك تشوفه. وبما اننا اتكلمنا عن
خليها برضو دلوقتي يتكلم عن الرومانسيه الزياده عن اللزوم اللي في الحلقات كلها تقريبا. بس قبل ما نقول اي حاجه ما تنساش اللايك والاشتراك ويلا نكمل. تقريبا لو الحلقه ما حصلش فيها اي حاجه رومانسيه المخرج هيحصل له حاجه. الكرتون اتحول من حاجه الناس بتحبها لفيلم رومانسي، حلقات كامله مبنيه على اي حاجه رومانسيه. يعني الحلقه بتاع صابرينا كانت بتتكلم عن مارينيت وادريان، وان مارينيت اصلا بتحتفل بالقبله رقم 100 واللي هتديها لادريان، وما كانتش راضيه تخليه يبوسها نهائي غير وقت الحفله. وبرضه حلقه تانية كانت بتتكلم ان الاتنين دول مش عارفين يبوسوا بعض وكلهم بيحاولوا يساعدوها علشان تعرف تبوسه وبتتصاب بالاكومه وحاجات غريبه. يعني الكرتون اخد منحنى تاني، ما حبيتش بصراحه انه يحصل كده. ربما في المواسم الاولى الناس كانت بتستنى اي حاجه شبه كده علشان يعني علاقه مارينيت وادريان تنجح، لكن الموضوع في البدايه كان لطيف، ولكن القصه ما تتبناش عليه. وحرفيا هم حاطين الكرتون مناسب ل3 سنين، في الاول كان تقريبا ل 12 سنه وما كانش فيه اي حاجه من كل اللي بيحصل حاليا. Good story. It's just. You don't like it, do you? Do it just to make me happy. Sunheart and Rainpiercer is our story. More than that. It's our story. Okay, if you change your mind, I won't be mad. It won't change anything between us. الميمرز دول دايما تلاقيهم معفنين، شعرهم منكوش، يستحمى مرة في الشهر قد أن تكون مرة في السنة أساسا قدام الناس. حضرتك ويا فندم ويعوج لسانه وتحس إنك بتكلم واحد في ماكدونالدز. عمل كده عشان يزرعوا الأفكار دي في الأطفال وإن الموضوع عادي. ونزلت على المنتدى علشان أسمع رأيكم في الموسم السادس، ودي كانت معظم التعليقات. أنا حلو جدا وبعمل كلام حلو جدا وبطلع شغل جميل جدا. هنقعد بقى ما لقيناش في الورد عيب نقول له أحمر الخدين؟ إيه يا أستاذ حامد؟ خلينا ناخد كام كومنت كده. اول واحد بيقول صار الكرتون الوان بزياده والرومانسيه معاق، ودي حاجه اتفق معاك فيها بشده. من ناحيه الرسوم والانيميشن فبصراحه سيئه مقارنه بالفيلم، الانيميشن فيه كان اسطوري. وبالنسبه للسبب التاني حلقات مش متناسقه او حتى حلوه. الحلقات اللي عجبتني الكاشف وسيد اجريست والقلعه المظلمه، وانا هنا برضه متفق معاك بشده. بوظوا الموسم من اول الرسم والتحريك لغايه سوق الحلقات. مفيش غير حلقه مستر اجريست هي اللي نقدر نقول عليها حلوه. هو حلو على العكس، انا شفت انه ستايل الحلقه احلى بس في دعم شواذ، فهذا اللي نقص تقييمه. ومارينيت متناقضه، وان ادريان زي اللهبل ماله داعي ومو فاهم اي شيء. الموسم ده زباله وهم صاروا غصب يحشروا مارينيت في كل حلقه. يعني ده اكتر واحد ضحكني. انا شايف ان مارينيت طبيعي تكون في كل حلقه، ما هي الشخصيه الرئيسيه. بس اسوأ شيء في الموسم انهم دايما يخلي القط يقع في مشكله في قتال، لدرجه ان القط حرفيا صرع كل شويه تصاب بقوه ليلى الجديده يا ينمسك من العدو، ويا ريت حتى بطريقه منطقيه لازم تسليك. وكمان هم بالغصب ان بطل حلقه معينه هو اللي ينقذ الموقف. يعني في حلقه ملك القرد حولوا كاكاو من سمكه بس عشان يعطوا دور اكبر للقرد اللي ناسي اسمه. وما ننسى ان نص الشخصيات صارت شاذه. ده اكتر كومنت ضحكني بصراحه يعني. ويعتبر بقى الكومنتات كلها سيء ومحدش عاجبها خالص. يعني مش شايف ان في حد نهائي عجبه الموسم. وبس ده كان رايي عن الموسم السادس. فانت قول لي في الكومنتات ايه رايك في الموسم السادس. وبس لنهايه الفيديو، سلام.